انا شفته في الحج الفرق بين الشباب وبين الكبير. وانت شاب بتأدي المناسك على اكمل وجه. قال ربنا واتموا الحج والعمرة لله. قال العلماء اتمامها تمامها على اكمل وجه من دون عجز او تعب. فانا صعب علي الراجل الكبير ده، والله 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 كذا مرة كان هيموت مني في الطواف. اقسم بالله انا عملت حاجة انا ما اعرفش عملتها ازاي. ان انا لما لقيته مش قادر، تعب في الشوط، مش هقول لك الشوط الثالث ولا الرابع، ده يا دوبك احنا في اخر الشوط الاول ومش قادر، يا ابني مش قادر، راح قاعد على الارض. رحت عامل بدراعاتي كده عشان امنع ان حد يدوس عليه. بعض الناس اشفقوا عليه وناس يرشوا ميه وناس، يا عم الحاج كده مش هينفع احنا في الطواف. مش قادر، مش قادر يتحرك. الراجل ده اللي هبقى احكي لك قصه من قصص وهتتعجب، واللي بقول لك اوعى تاخر فريضه الحج وانت مستطيع. خلصنا الطواف باعجوبه، وبعد كده جينا عند السعي، قال لي خلاص اصبر عشان روحك تطلع. ركنته كده عند السعي، اللي راح الحج عارف، ركنته كده عند السعي عشان اشوف له كرسي. والله منظره بيطلع في الروح. عرفت بقى الفرق بين الحج الشاب والحج الكبير، وانك ازاي تأدي المناسك على اكمل وجه، وان وانت شاب تستطيع في الزحام انك تعمل